وبيبدأ فيلمنا مع مدرس بيشرح لطلابه بإن في حاجات في الدنيا بتحصل كده فجأة زي الحوادث والحب وحتى الصداقات. وبعد المدرسة بنشوف الطالبتين كاشي وروكا وهم مروحين. روكا بتعرض على كاشي إن هي تطلع معاها رحلة في الأجازة بعد ما يتخرجوا في البداية، وكاشي مش بتكون حابة الفكرة بس بعد كده بتوافق. وبنشوف ساكي وهو بيلعب كرة مع زمايله وبيلاحظ بإن واد زميلهم واقف فوق سطح المدرسة وعلى وشه ملامح الغضب. وتاني يوم الصبح بنشوف طالبة تانية اسمها بوشي واللي بتكون جاية المدرسة متأخر كالعادة. فبتدخل فصل مش بتلاقي فيه غير مستر شين المدرس، وبتعرف منه ان زمايلها كلهم في فصل تاني ولسه هتخرج تروح لهم. بيديلها اسطوانة وبيطلب منها تشغلها لزمايلها وبيشكلها وبيقول لها شاطرة يا يوشي، وبيروح مخبط بايده على جبينها مرتين فعينيها بتتغير بشكل غريب وبتتحول للون الرمادي. وبعد كده يوشي بتروح الفصل فبتلاقي كل زمايلها بيلعبوا وبيهزروا وبياخدوا كمان صور للذكرى. يوشي بتروح على صور على جهاز عشان تشغل الاسطوانة وبتشتغل لزمايلها الاسطوانة اللي شين اداها لها من غير تفكير. بيشتغل الفيديو بس الفيديو غريب جدا ومش مفهوم لانه بيكون عبارة عن اشكال هندسية غريبة، وبتفضل تتحرك بشكل منظم وعشوائي في نفس الوقت. ده غير لقطات لعيون كتير بتظهر وبتختفي. الطلبة بيكونوا منتبهين قوي للفيديو رغم ان هو عبثي ومفهوش حاجة تتفهم. وبعد لما بيخلص الفيديو بتحصل حاجة غريبة. فجأة يوشي بتقرب ناحية بلكونة الفصل وبتقف فوق سور البلكونة وبتروح رامية نفسها. وطبعا عرفنا اللي حصل ليها وبيبان الاستغراب وعلى الخوف على كل الطلبة بعد المشهد ده. وبعدها طالب تاني بيطلع التليفون عشان يتصل بالشرطة ويبلغهم، بس مش بيلحق لأنه فجأة بيعض إيده جامد لحد لما بيقطع شرايينه وبيقع قدامها ميت. وهنا بيدخل عليهم مستر شين فبيطمنوا شوية. المدرس بيشرح لهم بإن في ناس كتيرة بيموتوا نفسهم لنفس الأسباب المعروفة زي المرضى النفسي أو الجسدي حتى لو كان المرض ده بسيط، وإن في ناس تانية بتموت نفسها من غير أسباب معروفة وفي الآخر النتيجة بتكون واحدة وهي الموت. ويشين هنا بيصدمهم الصدمة الكبيرة وبيقول لهم إن كلهم تحت تأثير التنويم المغناطيسي وإن في حاجة اسمها إشارات التنويم والإشارات دي عددها 100، فإذا حد عمل إشارة منهم هيكون تحت التنويم المغناطيسي وهيوصل في الآخر لنتيجة واحدة وبس وهي إن هو هيموت نفسه. وبيفكرهم بان هم حاليا بقوا 36 طالب وطالبة وان هم معرضين للموت اذا حد منهم عمل اي اشارة من الاشارات المية واللي لسه هم مش عارفين هي تطلع ايه بالظبط. وبعد اللي شين شرحه للطلبة بيتعصب طالب منهم وبيمسك في خناق شين وبيأمره يرجع لزمايله لحالتهم الطبيعية ويفوقهم من التنويم المغناطيسي، لكن فجأة الطالب ده بيروح خابط راسه في الحيطة لحد لما بيقع ميت. وبعدها بيفهمهم شين ان التحريض على العنف ضد شخص معين يعتبر إشارة من الإشارات المية. وروكا هنا بتخاف من كلام شين فبتطلع تليفونها من شنطتها عشان تتصل بوالدتها، بس في ثانية بتكون وقعت التليفون من ايديها وخرجت لسانها بره وفضلت تعض فيه لحد لما بتقطعه وبتروح وقع ميتة هي كمان. وكاشي بتحزن قوي على موت صاحبتها المقربة. وبعدها بنت تانية بتفضل تبكي وبتمسك فازة الورد وضربها راسها بيها لحد لما بتموت هي التانية. وبعد اللي حصل ده بيكون الطلاب اكتشفوا 3 إشارات من المية وبيكونوا عاوزين يعرفوا باقي الإشارات كلها عشان يتجنبوا يعملوها ويخرجوا من المدرسة على خير. وهنا شين بيخرج من الفصل وبيقول للطلبة إن هم لازم يكتشفوا باقي الإشارات بنفسهم. وواحد من الطلبة بيجري ورا شين لحد بره الفصل، فشين بيقول له أحسن لك اوعى تخرج من الفصل. فالواد بيقلق وبيدخل تاني وبيقلق باقي الطلاب في إن هم يخرجوا من الفصل ده، بس واحد منهم بيتشجع وبيخرج من الفصل قدام زمايله عادي جدا من غير ما يحصل اي حاجة، فبيخرج وراه باقي الطلبة. والطلبة اللي خرجوا من الفصل بيفضلوا يجروا في المدرسة عشان يدوروا على أي مساعدة بس مش بيلاقوا حد، فبيتجهوا على بوابة المدرسة. واحد منهم بتقرر إن هي تخرج بره المدرسة خالص عشان تطلب النجدة، بس فجأة بتشتغل معاها إشارة جديدة وبتروح كسر رقبتها ولفها 180 درجة فبتقع قدام الكل ميتة على طول. وهنا بيظهر واحد تاني قدام شين وبيعرفهم ان الهروب من المدرسة يعتبر اشارة، وبينبههم كمان ان لو حد ساعدهم فدي هتكون برضو اشارة جديدة. وبعدها بيقول لهم ان هو اتصل باولياء امورهم عشان يبلغهم بان اولادهم هيتأخروا شوية عن البيت لان وراهم انشطة مدرسية، وده عشان محدش من اهاليهم يجي على هنا ويساعدهم. وواحدة من الطلبة اسمها سونو بتسأل شينو بتقول له هو احنا ازاي نقدر نخلص من الاشارات دي، فبيعجبه السؤال قوي وبيقول لهم تعالوا ورايا الفصل وانا هشرح لكم كل حاجة. وجوه الفصل شين بيقول لهم ان الطريقة الوحيدة عشان يخلصوا من التنويم المغناطيسي ده هي انهم يحاولوا يفضلوا على قيد الحياة عن طريق فهم الاشارات بتاعته. ده معناه ان الكل تقريبا هيموتوا ورا بعض ومش هيفضل غير شخص واحد بس وهو ده اللي هيبقى الناجي الوحيد. طبعا سونو بتقول لنفسها دلوقتي يا ريتني ما كنت سألته. وشين بيكمل وبيقول لهم ان التجربة دي هتخليهم يفهموا المجتمع بشكل افضل.
فكاشي بتتعصب عليه وبتوصفه ان هو مجرم وبتطلب منه وهي منهارة ان هو يرجع لها روكا صاحبتها تاني، فبيرد عليها وبيقول لها لازم تسمعي كلام المدرسين بتوعك، فبيسيبهم وبيروح على بلكونة الفصل وبيقع منه هو كمان وبيفضل ميت. فطبعا الطلاب كلهم بيستغربوا اكتر من اللي بيحصل، وبعدها بيبدأ الطلبة يفكروا هيعملوا ايه. واحد منهم بيقترح ان هم يدوروا في المدرسة كلها على وسيلة يلغوا بيها التنويم المغناطيسي اللي شين وضعهم فيه واختفى، وبيقسموا نفسهم لكذا مجموعة عشان كل مجموعة تدور في مكان مختلف. مجموعة منهم بتدخل أوضة المدرسين وبيفتشوا في حاجة مستر شين اللي مات قدامهم، ومجموعة تانية بيروحوا مكتبة المدرسة وده عشان يدوروا في المكتبة يمكن يلاقوا حاجة تفيدهم. جوه المكتبة طالب بيلاقي كتاب ممكن ينفعهم لكن للأسف بالإنجليزي، وهنا بنرجع تاني للفصل اللي بتتجمع فيه الطلبة واللي باقي إن هو بقى غرفة عمليات وتخطيط، وبنشوف المجموعة الأول وهم راجعين مع إيد واحد ورا التاني. وبعدها بيلاقوا واد هنا بيكون دخل الفصل وفي ايده كتاب، وبيقول لهم ان هو عرف من الكتاب ده ان في تعويذة قديمة كانت في الفيديو اللي شافوه وهي اللي عملت فيهم كده، وبيقول لهم كمان ان الكتاب ده جوه 50 اشارة. بعدها بيكتبوا ال50 اشارة اللي لقوها في الكتاب على السبورة، وده عشان تبقى دايما قدام عينيهم. وبيقرروا ان هم يروحوا المكتبة تاني يدوروا على اي حاجة ممكن تفيدهم، بس بيكونوا محتاجين ياكلوا ويشربوا الاول. فمجموعة منهم بيتحركوا يدوروا على حاجة يشربوها، فبيدخلوا اوضة الالعاب الرياضية وبيلاقوا فيها ازايز مشروبات غازية فبيشربوا منها، وبعدها بيموتوا نفسهم، وبكده تكون دي اشارة جديدة. وفي نفس الوقت باقي الطلبة بتدخل الفصل، وواحد منهم اسمه كورين بيقول لساكي ان دوادة ده وشين بيكونوا مخبين عنهم حاجة، وبيقول لها كمان ان هو شاف زمايلهم اللي ماتوا في أوضة الألعاب الرياضية وعرف ان هم شربوا حاجة عشان تموتهم. بس كاشي بتقطع كلامهم وبتقول لهم ان لازم يثقوا في وادا، وده بيكون زميلهم اصلا، وبتبرر ده بانه هو هيستفيد ايه لما يضحك عليهم او يأذيهم. لسه بيتكلموا وبتدخل عليهم زميلتهم مين وهي مخضوضة، وبتقول لهم ان هي لما راحت عيادة المدرسة عشان تجيب شوية ادوية لقيت هناك جثتين واقعين على الارض اساسا. وعلى طول كاشي وساكي هنا وطلاب تانيين بيجروا على العيادة في نفس الوقت، وبيروح كورين وبيدور على وادا لانه شاكك فيه من الصبح، وفعلا بيلاقي في ايده ازازة مشروب وبيتهم ان هو بيخدعهم عاوز يخلص منهم عشان يبقى هو الناجي الوحيد، وبيقول لهم ان المشروب اللي في ايده ده كان عبارة عن اشارة برضه. وبتدخل عليهم كاشي وبتقول لوادا ان هو بتثق فيه، وهنا بيروح وادا عشان يشرب قدامهم المشروب، وده عشان يثبت ان كورين بيأفر وعمل قلق على الفاضي. بعد لما بيشرب كده بيروح كورين وتاشا، وده عشان ياخد منهم الازازة ويشربها. وكورين بيروح مموت نفسه، ووادا بيروح مخرج المشروب من بقه لانه كان محوش وما بلعوش اصلا عشان يشتغل زمايله ويصدقوه. وبعدها بترجع كاشي للفصل تاني عشان تشوف هيعملوا ايه، فبيلاقوا سونو داخله هنا عليهم ومعاها الكتاب الياباني، وبتقول لهم ان في حوالي 60 اشاره مش 50 بس زي ما هي كانت بتقول في البدايه، لكنها مش هتقول لاي حد عليهم لانها عايزه تكون الناجي الوحيد. فبيضطر الطلبه ان هم يساعدوا سونو ووادا، وده عشان يسمعوا كلامهم لان مفيش اي حل تاني قدامهم. لكن في طالب اسمها سيا بتكون متضايقة وحزين جدا على موت كورين صاحبه، وبيكون شايف ان وادا هو اللي تسبب في موته، فبيروح عشان يمسك فيه ويضربه، بس ساكي بيمنعه هنا باقي. وبتروح سونو موقفة 6 طلبة حوالين سيا وهي بتكون السابع، وبتطلب منهم يشاوروا على سيا وهو في النص. ولما بيعملوا كده فعلا بيروح سيا واقع ميت، ودي بتكون إشارة جديدة إن لو 7 أشخاص شاوروا على واحد في النص هيموت على طول. كاشي لما بتشوف اللي حصل ده بتهرب، وبتكون صدقت اللي اتقال عن وادا وسونو بإنهم عاوزين يخلصوا عليهم كلهم. فساكي عشان بيحبها بيجري وراها عشان يلحقها، لكن مينو بتوقع ساكي وبتمنعه يلحق كاشي، وهنا بتبقى عاوزاه يكون معاها هي بس، وهو بيرفض كده طبعا وبيجري يلحق كاشي. بنشوف مشهد جديد جوه أوضة الموسيقى، وبنشوف طالب وزميلته داخلين يقضوا وقت لطيف مع بعض، وبيفضلوا يبصوا لبعض بصة حب عميقة، لكن ما يعرفوش ان دي بتكون إشارة بتخليهم يموتوا بعض. كاشي وساكي بيكونوا واقفين بره شايفين اللي حصل، فبيعرفوا الإشارة دي عشان ينجذبوا بيها ويبعدوا عنها، وبعدها بيروحوا كاتبين الإشارات اللي عرفوها كلها في ورقة، وزيادة عليهم الإشارات اللي كان مستر شين قال عليها. وبعدها كاشي بتروح تدور على مينو، وبتعرف ان ميرو انضمت ليهم اصلا لان سونو استغلت غيرتها من كاشي وحرضتها عليها، فبيروحوا يشاوروا بايديهم على كاشي عشان يقتلوها، وبيكون عددهم 7 اشخاص عشان الاشاره تبقى صح، بس بيدخل عليهم ساكي في اللحظه المناسبه فبيضطروا ان هم يتراجعوا. وكاشي بتكون معاها الورقة اللي كتبت فيها الإشارات اللي عرفتها، وبتقول لهم إن لو في أكتر من شخص نجا لحد الفجر فده معناه إن الكل هيموت، لأن لازم واحد بس اللي يفضل عايش. وهنا بيظهر لهم وادا وهو لابس بدلة ضد المية، وعشان عارف الإشارات بيروح فاتح علبة صودا وبيبدأ يرش بيها على الناس كلها، فبيخليهم يموتوا نفسهم في ساعتها ما عدا كاشي وساكي وواحد تالت اسمه هارو، لأنه ببساطة الصودا خلصت، فبيسيبهم وادا وبيمشي وبيروح يدور على أي صودا تانية.
وهناك بيشوف ضحية وبياخد دم في اللحظة دي، وساكي يروح لوادا وبيقول له انت ليه بتعمل كل ده؟ ووادا هنا بيفكره بأيام الطفولة لما طلب منه يفضل جنبه لحد الموت، لكن ساكي ما كانش مهتم بكلامه لأنه كان مهتم بفريق الكورة أكتر منه. ووادا هنا بيسأل ساكي لو قدر يموت نفسه معاه، وبيعرض عليه دم الضحية اللي خده لأنهم إشارة برضه، وكاشي بتحضر في الوقت المناسب ولسه هتوقف ساكي عن اللي بيعمله. هارو بيوقفها وبيروح هو على ساكي وبيضربه عشان يمنعه من شرب الدم، وده بيكون إشارة تانية تحصل، وبكده هارو الله يرحمه. وبعدها كاشي وساكي بياخدوا هارو عشان يحطوه مع باقي اصحابهم اللي ماتوا، وفي لحظة الحداد على هارو ساكي بيقول لكاشي ان هو بيحبها، وعشان ما يحرقش قلبها عليه بيقول لها ان هما حبيتين، وده عشان يزيلوا مفعول تنويم المغناطيس اللي حصل له، وعشان كده اللي اتبقى 3 بس. وهنا 2 هياخدوا الحبايتين والتالت هيفضل لحد الصبح، وبيسيب رسالة وتليفون لكاشي وبيقول لهم لتفتحها الصبح، وبيروح هو الواد ده وبيضحك عليه وبيعمل تمثيلية ان هما ياخدوا هما الاتنين الحبايتين، وده عشان ينجوا بحياتهم هما الاتنين. لكن وقت لما بيجي وادا بياخد الحباية منه، وهنا المفاجأة ساكي بيضحك عليه وبيقول له ده مسكن عادي خالص، وهنا بنكتشف ان ساكي ضحى بنفسه عشان كاشي تعيش، وبعدها بيهاجم وادا لحد لما كل واحد فيهم بيموت نفسه وبيسيبوا كاشي عشان تكون هي الوحيدة اللي على قيد الحياة. فبتحزن كاشي على موت ساكي جدا، وبتاخد جثته وتشيلها جنب جثث زمايلهم بعدين، وبتفتح تليفون ساكي وبتتفرج على الفيديو اللي عمله عشانها هو واصحابه، وهي بتبكي من قلبها. وبتوصل الشرطة اخيرا، وزي ما اتعودنا الشرطة بتوصل كالعادة بعد ما بتخلص كل حاجة وبينقذوا كاشي. وبعدها بينتشر في وسائل الاعلام خبر الاباده الجماعيه في المدرسه الثانويه، بس الغريب بقى ان هم لحد دلوقتي ما لقوش جثه مستر شين في المدرسه، وبعد 5 سنين الكل بيكون نزل حادثه ما عدا كاشي، واللي بتكتشف مكان اللي كان مستخبي فيه مستر شين، فبتروح وبتقول له ان هي كانت بتقرا عن علم نفس الاجرامي، وعرفت ان هو كان بيستمتع لما بيشوف الطلبه بتوعه موتوا نفسهم قدامهم او بيموتوا بعض. وقبل ما تمشي وتسيبه بتحط له الاسطوانه اياها جوه جهاز التشغيل عشان يتفرج ويدخل تويم مغناطيسي ويعاني زيهم بالظبط، وطبعا عرفنا ايه اللي هيحصل. فما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه، ولو عندك اي اقتراح لفيلم رعب واكشن اكتبه لنا تحت في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله قريب جدا في فيلم جديد. سلام.